ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. النهارده بنتابع معاكم التحويلات المرورية الجديدة اللي تمت على طريق البحر زي ما أصدرتها صفحة المحافظة. هنا الطريق هيتقسم اتنين، هيبقى 3 حارات للي جاي من محطة الرمل و3 حارات للي رايح على محطة الرمل. احنا فين هنا؟ احنا هنا قبل محمد نجيب او شارع محمد نجيب. هيتقسم بالظبط من قبل الطفولة السعيدة، هيبقى طريقين، 3 حارات رايح زي ما احنا شايفين اهو، 3 حارات جاي. الجنب اللي هو بتاع العمارات او الناحية القبلية ده هتفضل مقفولة لمدة 3 اشهر لغاية ما يخلصوا كوبري محمد نجيب والتوسعة بتاعة البحر هنا. ان شاء الله هتخلص في 15/6 بدل ما كان مقرر لها تخلص في 30/8. تمام. تعالوا بقى نشوف التحويلات. ادي اهو زي ما احنا شايفين هنا الطريق بيتقسم 2، طريق للي رايح على المنظرة والعصافرة، وطريق للي جاي من المنظرة والعصافرة ورايح على محطة الرمل والمنشية وبحري. ادي تعالوا معاكم اهو بنعدي السكة. تعالوا نشوف الطريق هنا مقسوم 2 من قبل الطفولة السعيدة. اصبح خلاص هنا مفيش عربيات هتمشي في الطريق ده لمدة 3 شهور، وهي مدة تنفيذ المشروع بتاع كوبري محمد نجيب واستكمال التوسعة. وفي هنا كمان النفق اللي قدام الطفولة السعيدة، نفق المشاة. طبعا ده لسه ما كملش في الجزء القبلي او الجزء اللي هو ناحية العمارات ده، خلص من ناحية البحر، لكن في الجزء بتاع العمارات لسه ما خلص. ادي زي ما احنا شايفين دي كانت المفروض العربيات بتمشي من هنا، لكن خلاص تم تقسيم الطريق في الحته اللي قبل شارع الطفوله السعيده. خلاص شارع الطفوله السعيده يعتبر خلاص مقفول، وشارع محمد نجيب وشارع الحزب الوطني القديم، وده النفق بتاع الطفوله السعيده. ده لسه هيخلص هنا وهيكمل ناحيه المدرسه اللي هنا. تمام. وادي زي ما احنا شايفين خلاص الطريق من هنا مقفول عشان يخلصوا الاعمال بتاعت البنيه التحتيه وبتاعت كوبري محمد نجيب. طبعا هيتم هنا عمل بنيه تحتيه وصرف المطر والكلام ده كله عشان ما يحفروش تاني. فالطريق هيفضل مقسوم كده لغايه 15/6 ان شاء الله، بدل ما كان هيخلص 30/8. يعني ان شاء الله يخلص 15/6/25 بدل 30/8/25. ودي اخر التطورات بالنسبه لكوبري محمد نجيب. كوبري محمد نجيب ده هيبقى اتجاه واحد، الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه جايين من محطه الرمل ونازلين ناحيه العصافره والمنظره. معمول ليه؟ معمول عشان خلاص هيتم الغاء الاشاره بتاعه سيدي بشر، واللي هيبقى جاي من محمد نجيب او جاي من اشاره سيدي بشر هيعدي من تحت الكوبري وينزل على الاتجاه بتاع محطه الرمل على طول دايركت، مش محتاج اشاره ومش محتاج الكلام ده كله. جنب الكوبري بقى هنا ده اللي جاي من محطة الرمل وعايز يخش شارع محمد نجيب زي ما احنا ماشيين كده، وعايز يخش شارع محمد نجيب هيخش شارع محمد نجيب. ده كله ده بعد الانتهاء ان شاء الله من المشروع. وطبعا الطريق بعد كده هيتقفل في الحتة دي، هيبقى بس اجباري للي داخل محمد نجيب، عشان هيبقى الطريق مفتوح من هناك للي عايز يعدي من عند محمد نجيب ويروح على البحر على طول من غير اي تقاطعات او من غير اي اشارات. زي ما احنا شايفين الطريق مقفول لغايه قرب اشاره سيدي بشر، هيرجع تاني اتجاهين عند اشاره سيدي بشر.
فكل الشوارع اللي بتطلع على البحر هنا مقفوله بما فيها محمد نجيب. يبقى الطفوله السعيده ومحمد نجيب والشارع بتاع الحزب الوطني اللي احنا داخلين عليه دلوقتي، كل الشوارع دي هتبقى مقفوله لمده 3 شهور لغايه ما ينتهوا من المشروع. ادي اهو اللي هيبقى جاي من هنا من محمد نجيب او من خالد بن الوليد بعد قفل اشاره سيدي بشر، هيجي من هنا وهيعدي من تحت الكوبري من هنا، هيبقى على اتجاه البحر على طول. وزي ما قلنا الشارع الكوبري بتاع محمد نجيب ده اتجاه واحد، هينزل في الاتجاه اللي رايح العصافرة والمنظرة، مش هيبقى اتجاهين. تمام. طبعا اللي جاي من محمد نجيب وعايز يكمل على البحر هيكمل من تحت الكوبري من هنا، من جنب الكوبري يعني من هنا. لكن اللي عايز يعدي الناحية التانية هيعدي من تحت الكوبري على طول اوتوماتيك دايركت، مش محتاج اي اشارات او اي تقاطعات. خليكم معانا برضو هنوريكم الشارع بتاع الحزب الوطني القديم. ادي معانا اهو زي ما قلنا، ادي معانا الشارع بتاع الحزب الوطني القديم او الارض بتاع الكروسيز، الارض الفاضيه دي هتبقى مقفوله لمده 3 شهور زيها زي شارع الملك، زي شارع الطفوله السعيده وشارع محمد نجيب. وده الشارع الثالث اللي هيفضل مقفول معانا لمده 3 شهور لغايه الانتهاء من كوبري محمد نجيب والتوسعه في الحته دي. تمام. دي نزله الكوبري بتاعه محمد نجيب اهو زي ما احنا شايفين. ده خلاص الشارع بتاع الحزب الوطني القديم ده مقفول. تمام. وادي الطريق اهو الناحيه التانيه كله، الاتجاهين ماشيين في اتجاه واحد، الطريق مقسوم 3 حارات رايح و3 حارات جاي زي ما احنا شايفين. ادي الطريق مقسوم 3 حارات رايح و3 حارات جاي اهو في الطريق اللي احنا شايفينه قدامنا. طبعا هنا هيتم عمل بنيه تحتيه للطريق قبل سفلته عشان ما يرجعوش يكسروا الطريق من تاني. تمام. الطريق مقسوم من قبل شارع الطفوله السعيده زي ما صورنا في اول الفيديو لغايه ما هيجي هنا، هيرجع اتجاهين تاني قبل اشاره سيدي بشر او مسجد سيدي بشر يعني. تمام. اهو بيرجع تاني اتجاهين عند كده بالظبط كده عند فندق رمادة، هيرجع اتجاهين تاني. فالحته دي كلها مقفوله من ناحيه العمارات، الناحيه القبليه دي كلها مقفوله لغايه من اول شارع الطفوله السعيده او قبل الطفوله السعيده بشويه لغايه ما نوصل هنا عند فندق رمادة. هيرجع يبقوا طريقين تاني في الجزء ده، يعني هم 3 حارات اهم رايح و3 حارات جاي. نقرب لكم شويه اهو، 3 حارات رايح و3 حارات جاي لغايه ما نوصل هنا عند فندق رمادة. تمام. وهيجي هنا يرجع تاني طريقين من عند الجزء ده، وده لمده زي ما قلنا لمده 3 شهور. كان المقرر ان ينتهي الشغل هنا في المنطقه دي في 30/8، لكن هيسرعوا من وتيره العمل وهيخلص الشغل ان شاء الله ب 15/6، يعني 3 شهور من النهارده. زي ما قلنا معانا برضو النفق بتاع الطفوله السعيده ويخلصوا من الكوبري بتاع محمد نجيب، والتوسعه اللي بتتم في المنطقه دي زي ما صورناها قبل كده معاكم في بث مباشر. وان شاء الله نشوفكم على خير واخبار جديده عن المشاريع اللي بتتم في اسكندريه، واهمها طبعا مترو اسكندريه اللي احنا بنتابع معاكم كل التطورات فيه. هنا هيرجع تاني طريقين وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.